السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم بفيديو جديد. طبعا يا جماعة النهاردة معانا فيديو مختلف جدا، النهاردة معانا أغنية بقى مختلفة جدا هنشوف فيها. النهاردة هنشوف طبعا يا بسوني أغنية جميلة جدا مغربية يا بسوني في محطة مصرية، وبعدين الفن المغربي زي ما أنت فاهم يا بسوني. تمام. الفن المغربي عامل إيه؟ مختلف أكيد، دايما له بصمة في كل المسارح العالمية، وبالأخص بقى لما يبقى حاضر في أي قنوات مصرية أو القنوات طبعا يا داليا الكبيرة، لما تطلع تتكلم أو تستضيف أي مطرب من المغرب بيبقى طبعا يا داليا في اختلاف. أكيد. ليه؟ لأن الأغنية المغربية أصلا لها طابع بتصنع الحدث ومبهجه دايما بتفرح كل الناس، وعلشان كده تلاقي دايما اي حد بيسمع الاغنيه ديت اللي موجودين في الاستوديو تلاقيهم دايما بيخرجوا طبعا عن وعيهم، بيبقوا مستغربين من الفن المغربي من كلمات الاغنيه نفسها. وبعدين الفن المغربي متنوع يا بسوني، سواء في الفن اللي هو الوطني او الشعبي. تمام. او الاغاني بقى. الاغنيه اللي معانا النهارده كمان اغنيه جميله جدا من الفن الاندلسي يا بسوني المغربي. تمام. كموسيقى وكعزف وكلحن وكل حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا طبعا. تمام. فطبعا يا جماعه احنا هندخل دلوقتي نسمع مع بعض الاغنيه ونشوف رد فعل الناس على الاغنيه دي كان عامل ازاي في الاستوديو لما جت تغنى، لكن هنسيب الحكم ليكم. وريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. نعملوا حاجه مغربيه. جايبينه ايه رايكم؟ نسمع حاجه مغربي. ديكور العده ديكور صح؟ اهو مش انا لوحدي. ايوه كنت فين من الصبح؟ عايز حد كده يقول معايا اي حاجه. نعملوا حاجه مغربيه. الاثنين بيحبوا بعض جدا قبل لو مش عارف اعمل معاهم حاجه خالص. يلا نعملوا حاجه مغربيه ان شاء الله. نسمع حاجه مغربيه. ايوه المايك سامحني. لو عايز مساعده انا ممكن اجي اساعدك. لا مش مشكله. هنسمع موال بقى اكيد حاجه من الحاجات القديمه المغربيه كده اللي هي ممكن نشوف بقى المغرب، وعمال تكلمنا عن المغرب واحنا في المغرب عملنا وسوينا. يلا نسمع بقى. هم اختيار الناس، مش عارف هم بيدبسوك ولا ايه. جهد ولا حول ولا تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بصبر من أمرني بالصبر والتوكل من عنده من عندي أنا دعاء ومن عندك القبول، والحاجة ما يكون فيها تعطيلة. والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطينا ما نوينا في هاد الليلة.
انا مالي فياش اش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد رب له قدرته يهون بها كل أمر عسير، فإن كنت عابدا ضعيفا هو فربي على كل شيء قدير. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. ايه يا عم الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني ما كناش محضرين بس يعني. احنا كنا محتاجين ترجمه في الاول صح؟ ترجم لنا بقى. كان يعني فرنساوي ده ولا مغربي ولا ايه؟ انجليزي يعني. هي ميلي انت بدات قوة. الموال هي بالدارجه المغربيه. الاولاني ده ما فهمناهوش. الموال بالدارجه المغربيه. ميلي قوه يعني ماليش قوه يعني. ايوه ما عندي قوه دي عارفينها يعني. وليلي جهد يعني ما عنديش جهد ولا حول. تمام. لا ميلي قوه وليلي جهد ولا حول. انت نسيت اهو. شفت لا احنا هنترجم مع النغم كيجي الكلام. ميلي قوه وليلي جهد. المهم يعني الرساله العامه يعني الفكره العامه هو ان لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. الله جميل. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كيتكرم علينا، هو اللي كيستجب الدعاء ديالنا، هو اللي كيتفضل علينا بالنعم. احنا توكلنا على الله وجهدنا من الله وكل حاجه على الله عز وجل. هذه القصيده الفياشيه الاصيله المغربيه الاندلسيه يعني كتكلم على انا مالي فياش يعني ما عنديش شيء. انا لا املك شيئا كان سوى جميل النص محبه. الاخير ده كان جميل. احنا ما لناش حاجه الله. يعني كل ده ملناش فيه حاجه. ملناش فيه حاجه. يعني هو تيسير من الله. حتى الصوت يعني هبه من عند الله عز وجل. حتى الوصول لاي مرتبه معينه فهو تكرما من الله عز وجل، تفضلا منه سبحانه وتعالى. داك الشيء علاش يعني لازم نحمدوه اكثر وندعيوه اكثر ونعبدوه اكثر. ان شاء الله يتفضل علينا. والله يا جماعه الراجل ده محتاج تحيه كبيره جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله تربيه واحترام وادب. طبعا يا جماعه احنا كده زي ما كلنا استمتعنا مع بعض بالاغنيه الجميله. طبعا حاجه تذكر طبعا لحضرات كله عمل ازاي مع الاغنيه وتفاعلهم ازاي مع الاغنيه ومع علشان كده بتكلم وبقول يا داليا حاجه تذكر للمغرب، ان هي طبعا دايما سايبه لنا بصمه باغاني مميزه وبفن مختلف. الكل طبعا بيشيد به، واي حد بيسمع الفن المغربي او اي اغنيه مغربيه عامه لما بتكون حاضره على اي مسرح عربي الكل طبعا بيتفاعل معاها، لان طبعا كلمات الاغنيه بتبقى مختلفه. فعلشان كده حضرات احنا وصلنا نهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.